ياض يا احمد، ياض يا احمد، قوم ياض، الدهر ادن عشان مراتك تعمل طلبات البيت وانت تروح الغيط. يا احمد يا احمد يا احمد، قوم يا احمد، امك بتنده. سيبيني انام شوية يا ولية، سهران طول الليل في الغيط. انا مالي يا احمد، امك هي اللي بتصحيك، بتقول لك الدهر ادن. وانا مش عارف امي عاوزة مني ايه. هو مفيش الا انا وعيالي في البيت، ما تودي اخويا محمد وولاده في يوم الغيط مكاننا. عادي يا احمد، معلش ده برضه امك. يلا انا هقوم انا عشان الحق اخلص طلبات البيت قبل ما محمد ومراته وولاده يصحوا وما لقوش الفطار. قوم يلا صحي العيال عشان تلحقوا تروحوا الغيط. ده اسمه ظلم والله، حتى كمان الفطار وحاجة البيت بتتعمل لهم وهم يقوموا على مزاجهم. والله انا فاض بيا. معلش يا احمد، خلي املك في ربنا كبير، هقوم انا الحق اعمل حاجة البيت. ناموسية كحل يا اختي، هو انت مش شايفة اللي الظهر ادن؟ الظهر ادن ايه يا حاجة؟ ده لسه الساعة 7، ولا انت مش واخدة بالك؟ هو الساعة 7 يعني الظهر قرب يدن يا اختي؟ انت ناسية اللي محمد وولاده قرب يقوموا من النوم وانت لسه ما عملت لهمش الفطار. محمد وولاده المفروض اللي تقوم تعمل لهم الفطار مراته، مش انا المفروض اعمل لجوزي وعيالي. ده في عصر مين ده يا اختي؟ ده انا اللي امر واشمر هنا في البيت. ما انت تفكري ايه؟ عاجبك عاجبك، مش عاجبك خدي جوزك وخدي عيالك وامشوا من البيت. البيت ده بتاعي انا. ربنا يسامحك يا حاجة، هو انا اللي بقول كده ولا الاصول اللي بتقول كده؟ المفروض ان انا اخدم جوزي وعيالي، مش اخدم اخوه وعياله. انا الاصول بتاعتك دي ما تمشيش معايا ببيتي. انا اللي اقول وانا اللي امر وانا اللي اقول كل حاجة في البيت ده، فاهمة ولا مش فاهمة؟ يلا اطلع اتنسي قدام البيت وروق الدنيا، ومش عاوز اسمع الكلام ده تاني منك. والحق يلا اعمل الاكل لمحمد وعياله. يلا اخلصي. حاضر يا حاجة، ربنا يتوب علينا. ايه بتقولي ايه؟ بتبرطمي بتقولي ايه؟ ما بقولش حاجة يا حاجة. حاضر يا حاجة اللي انت تؤمر بيه. صباح الخير يا نورة، يعني ما عدتيش عليا. صباح النور يا نوال، معلش الولية حماتي من الصبح مطلعة عيني. هي الولية دي مش راضية تجيبها البر معاك انت وجوزك، ولسه مستتة محمد ومراته عليكم برضو؟ اه والله يا نوال فاض بينا، ده حتى احمد فاض بيه، وانا اللي عمال اصبر فيه واقول له معلش ده امك. لا بس هي زودتها قوي، المفروض تراعي ربنا فيكم. مش عارفة يا اختي نوال الدنيا هتدور على ايه، بس بقى دينا صبرانين. هنعمل ايه يعني هنروح فين؟ انا واحمد انت عارفة اللي الظروف على القد، ومعناش فلوس نشتري بيت او نروح نقعد في حتة. بس يا اختي يا نورة، لازم تشوف لكم حل قبل ما ولادكم يكبروا ويشوفوا الذل اللي انتوا فيه. الولية دي لو فضلت كده ولادكم ما يكبروا ويشوفوا المذلة اللي انتوا فيها، ما تعيشوش ولادكم برضو في نفس المذلة اللي انتوا عشتوا فيها. لازم تشوفوا لكم حل قبل ما يكبروا. يعني هنعمل ايه يا اختي؟ ادينا صبرانين واللي ربنا عاوزه هيكون. هنعمل ايه انا واحمد؟ الظروف على قد طيب، واحمد مش شغال الا في الغيط، وهي بتاخد محصول الغيط كله وبتاخد ايراده. طب هنعمل ايه يعني يا اختي؟ قولي لي يا نوال. ادينا صبرانين. لا، لازما برضه يوعى نفسه، مش هيفضل طول حياته كده في المذلة بتاع أمه. ادينا صبرانين واللي يجيب ربنا كويس. أو جوزك وعيالك طلعوا هم الظاهر رايحين في حتة. لا ده رايحين الغيط. صباح الخير يا نوال. صباح الخير يا أحمد، عامل إيه وإيه الأخبار؟ الحمد لله يا نوال، كويس الحمد لله. اقول لك إيه يا نورة، هاتلنا الفطار انا والعيال على الغيط عشان نلحق نعمل اللي ورانا هناك. حاضر يا احمد، هفطر اخوك محمد وعياله واجيب لكم الفطار واجي على الغيط. ماشي يا نورة، هتحتاجوا حاجة؟ عاوزة حاجة يا نوال؟ لا شكرا يا أحمد. خلاص يا نورة، ما تنسيش تبقى تعدى عليا. ماشي يا نوال، عدى عليك على اخر النهار كده اكون جيت من الغيط. ماشي يا أختي، عاوزة حاجة؟ لا شكرا يا نوال. محمد يا محمد يا محمد، قوم افطر انت والعيال وبرجع ناموا تاني. قوموا كلوا الاول وبرجع وناموا، عشان غلط تفضلوا ده كله ما تاكلوش. محمد، أمك بتنده علينا. قوم يا ولية شوفي هتعمل إيه معاه ولا هتودي إيه. ونعمل ليه؟ مرات أخوك أحمد هتعمل كل حاجة نورة. يا ولية يا ولية، قومي ساعديها بدل ما انت نايمة جنبي كده على طول بتحب النوم. ترى يا راجل، انت ما بتحبش ليا الراحة؟ راحة ايه؟ ده انت تدعي ربنا اللي انت اتجوزتيني انا. امي مستتاك ومدلعاكي على ايه انا مش عارف. تصدق اللي انت راجل مش كويس ومش حابب لي الخير. ويا ريتك على الراحة اللي انت فيها دي مركزة لمذاكرة العيال، ولا مركزة لمذاكرة العيال ولا بتعمل لهم حاجة. العيال كل سنة بيسعدوا ويجيبوا درجات وحشة، ونورة اللي تعبانة شقيانة في البيت ولادها كل سنة بينجحوا ويطلعوا من الأوائل. أنا مش عارف،
مش مركزة لهم ليه طالما انت قاعدة فاضية كده ليل ونهار؟ انت يا راجل قاعد ليل ونهار على قهوة ما بتعملش حاجة، واخوك احمد اللي طلعان عينه في الغيط، وانت بتاخد فلوس المحصول والقيراط على الجاهز. ولا انت ايه؟ نسيت ولا ايه؟ مالكيش فيه، انا واخويا وحر. انت مالك انت؟ قومي، قومي فز، قومي، قومي شوف هتعمل ايه. يلا هتتدخلي من اللي مالكيش فيه. انا غاير من وشك، هقوم افطر. كلام نرفزه، راجل غريب مش حابب لمراته الراحة ولا تكون متستتة. ده انا ما شفتش راجل زيك. صباح الخير يا ماي. صباح الخير يا محمد، فين مراتك وعيالك؟ جايين ورايا يا ماي. طب اقعد اقعد، الاكل هيبرد. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا نورة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا محمد. تعوزي مني حاجة تانية يا حاجة؟ انا هاخد الفطار واروح لاحمد والاولاد في الغيط. لا اصبري، اصبر اما تخدم علينا في الاكل. افرض طبق خلص كده ولا كده، مين اللي هيقوم يجيبه؟ اما نفطر ونخلص وتعمل لنا الشاي ابو روح لاحمد. مش هيحصل حاجة يعني اما تتأخر عليهم شوية في الفطار. ايه اللي هيحصل؟ لا مش هيحصل حاجة اللي انت شايفاه يا حاجة. بس انا بقول عشان هما زمانهم شغالين وجاعوا دلوقتي، وانت عارفة الشغل في الغيط تعب وشقة. لا يا اختي، ما تخافيش عليهم، هم كويسين. اصبري اما نخلص ونشرب كوبايتين الشاي ابو رحيلهم. وشوفي يلا، مرات محمد ما جاتش ليه لغايه دلوقتي؟ حاضر يا حاجه، اللي تؤمري بيه. ايه يا امي، بالراحة شوية على نورة، ده هي اللي شايلة البيت. اسكت انت ما تتكلمش، ولا خلي مراتك تشتغل معاها. ايه رايك؟ يا ريت يا ماي، ده انا زهقت منها، مرهاش الا النوم النوم ومش مركزة للعيال. عادي يا ابني، خليها براحتها. المشكلة يا امي اللي انت ما بتخليهاش تعمل حاجة، ولا مركزة مذاكرة العيال، ولا مركزة لهم في اي حاجة. والعيال كل سنة يسقطوا، وعيال احمد على قد كده، نورة طلعان عينها في البيت، واحمد طلعان عينه في الغيط، والعيال بينجحوا ويطلعوا كل سنة من الاوائل. انا مش عارف ايه الحكاية دي، ده انا بصراحة فاض بيا. انا مستغربه يا ولدي من الحكايه دي، العيال كل سنه بيطلعوا من الاوائل وعيالك انت بيسقطوا. ايه الحكايه؟ مش عارفه. يعني انك انت مطلع عينهم ومش بيخليهم يقعدوا 5 دقايق في الارض، بس على قد كده العيال بيفلحوا. ما ده اللي خايفه منه يا ولدي، اللي عياله ينفع وعيالك ما ينفعوش. الخوف كله من ده. قولي انت هتروح فين دلوقتي بعد ما تفطر؟ ما فيش يا امي، هروح اقعد مع اصحابي على القهوة. النهاردة هنقعد مع بعض، هنشوف اي مصلحة. هنعمل ايه طيب؟ طب بقولك، اكيد ما معكش فلوس. بعد ما تفطر تعالى للأوضة جوه عشان اديك فلوس تفضل في جيبك. انت عارف يا ابني اللي انا بعزك. عارف يما، وهموت واعرف انت بتعامل احمد وحش ليه وبتعامليني انا كويس. ايه الفرق؟ مش عارف. مالكش دعوة بالموضوع ده، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا امي، بس انا بستغرب للموضوع بس مش اكتر. اهم حاجة طول ما انا عايشة ما تتبهدلش في الدنيا. وخليك عارف اللي انا بعد ما اموت هكتب لك كل حاجة باسمك. وده مش يبقى ظلم يا امي؟ لا مش هيبقى ظلم، مالكش دعوة انت. اللي انت تؤمري بيه يا امي. اسكت عشان مراتك جاية. صباح الخير يا حاجة. صباح الخير يا بنتي، يلا اقعدي عشان تفطري. بص يا بنتي، عاوزاكي في كلمتين. عاوزاكي تركزي لمذاكرة عيالك وتخليهم يطلعوا من الأوائل. مش عاوزة ولاد أحمد يفلحوا عنهم. فاهمة ولا مش فاهمة؟ حطي الكلمتين دول في ودنك. ولادك لازم يطلعوا أحسن من ولاد أحمد، ولازم يطلعوا أحسن من ولاد نورة. فاهمة؟ لازم يطلعوا من الأوائل، وولاده يطلعوا وحشين وولادك يطلعوا أحسن منه. فاهمة ولا مش فاهمة؟ حاضر يا حاجة، بس انا مستغربة للموضوع ده، اشمعنى يعني؟ تستغربيش ولا حاجة يا أختي، اللي أنا أقوله يتنفذ. فاهمة ولا لأ؟ حاضر يا حاجة، اللي انت تؤمري بيه يا حاجة. ايه ده؟ معقولة اللي انا سمعته دي حقيقة؟ يا سبحان الله، حاجة غريبة. اقول لك يا حاجة، اعمل لكم الشاي دلوقتي ولا شوية كده؟ ايه يا نورة، هو انت واقفة من بدري ولا ايه؟ هو انت سمعت حاجة يا بت؟ لا يا حاجة، ما سمعتش حاجة، ما فيش اي حاجة. احسب تاني مرة اما تيجي تخش علينا يا كحي يا تعمل اي صوت، ما تخشيش علينا مرة واحدة كده. فاهمة ولا مش فاهمة يا بت؟ فاهمة يا حاجة، اللي انت تؤمري بيه يا حاجة. اجري يلا اعملي لنا الشاي دلوقتي، يلا اخلصي. حاضر يا حاجة، حاضر. يا سبحان الله، اللي أنا سمعته ده حقيقة ولا خيال؟ الولية بتقول لهم عاوز عيالكم يطلعوا أحسن من ولاد أحمد. غريبة، دي أمي دي ولا شرانية؟ إيه حكاية الست دي؟ ربنا اللي يعلم. مش عارفة أقول لأحمد ولا ما أقولوش. خايفة أقول لأحمد يزعل ويشيل منها، ودي برضه أمه. ولا أعرفه عشان يبقى واخد باله. يا ربي قول لي أعمل إيه يا ربي؟ أعرف جوزي عشان يبقى واخد باله، ولا أعمل نفسي عبيطة وكأني ما سمعتش حاجة؟ بس إزاي؟ الولية الحاج ده كله
شايلها من ناحية أحمد. أنت اللي عارف الحقيقة فين يا ربي، ده أكنها مش أمه. على عموما أنا أعمل لها الشاي وأروح لأحمد وأحكي له على اللي حصل. ده برضه جوزي، ما أقدرش أخبي عليه وأعرفه الحقد اللي من أمه ناحيته. لازما لازما عشان ياخد باله. ده الولية دي ممكن تعمل في الواحد حاجة والواحد مش دريان. يا رب جيبي العواف سليمة يا رب. ها يا ولاد، عملتوا ايه؟ إيش يا باي، لمينا شوية من المحصول ولسه شوية. يلا يا ولاد اتجدعنوا، املي فيكم كبير، انتوا اللي هترفعوا راسي ان شاء الله. يا أبوي عاوزين نسألك سؤال يا أبوي. اتفضل يا مصطفى، قول. ليه يا أبوي ولاد عمي محمد ما بيجوش يشتغلوا معانا في الغيط زينا؟ عشان انتوا يا ولاد اشطروا منهم، هما مش شاطرين زيكم. انتوا بتطلعوا من الاوائل، عشان كده انا بعتمد عليكم. لكن هما مش هيعرفوا اللي انتوا تعرفوه، وانتوا رجاله قدها وقدود، وعاوزكم تفضلوا رجاله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا أبوي وهنشرفك إن شاء الله. عارف يا مصطفى، عارف اللي انتوا ولادي وهتطلعوا رجاله. يلا يا ولاد عشان الوقت ما يسرقناش، لغايه ما امكم تجيب لنا الفطار، زمانها على وصول دلوقتي. حاضر يا أبوي أنت تؤمر. يلا يا علي يلا عشان نلحق نكمل بقية المحصول. حاضر يا مصطفى. عاوز حاجة يا أبوي؟ يا ولاد وانا هروح اجيب حاجه من عمكم عماد في الغيط اللي جنبينا. خلاص يا ولاد. خلاص يا أبوي. يا نوال يا نوال. ايه يا نورة، ما خلصت اللي وراكي؟ لا يا أختي يا نوال، أنا جاية لك في موضوع كده عاوزاكي فيه، وأنت صاحبتي الوحيدة وعاوز أخد رأيك فيه. طب تعالي نخش جوه. لا 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 مش مستاهلة إن احنا نخش جوه عشان ألحق أروح لأحمد بالفطار وهو والأولاد في الغيط. في ايه يا نورة، خضتيني؟ مفيش، أنت عارفة إن أنت صاحبتي الوحيدة وأنا بحب أخد رأيك عشان أنت أكتر واحدة خايفة عليا. ايه باللي انت بتقوليه ده يا نوال؟ انت عارفة اللي انت اختي وحبيبتي. المهم يا أختي، ومن شوية أنا بحط الفطار للولية حماتي وابنها محمد ومراته، ودخلت على غفلة لقيتها بتقول لهم أنا عاوزة أولادكم يطلعوا أحسن من ولاد أحمد، وبتتعصب كده وتقول لهم ركزوا لمذاكرة عيالكم، وعاوزاهم يطلعوا أحسن من ولاد أحمد وولاد أحمد يطلعوا وحشين. استغربت على الولية دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، للدرجة دي الولية دي وحشة كده؟ بتفضل ولاد ابنها عن ولاد ابنها التاني؟ ده ازاي ده؟ فده اللي خلاني استغربت يا أختي يا نوال. ما بقيتش عارفة الولية دي مالها كده، بتعمل كده ليه؟ ده أنا بدأت أشك إن أحمد مش ابنها. لا ما تقوليش كده يا نورة، ازاي يعني مش ابنها؟ ما أنا مش عارفة الحقد اللي شايلاه لأحمد ده كله ليه كده، وخايفة أروح أقول لأحمد يشيل منها. ما هي دي برضه أمه، صح ولا أنا غلطانة؟ صح يا نورة. نورة، ما تقوليش لأحمد واكتم السر، خليكي نشوف آخرتها في الولية دي. الولية دي غريبة. بس اسمع يا أختي يا نورة، خلي بالك من نفسك ومن عيالك وجوزك، عشان الولية دي كده شكلها شرانية. وبعدين انتوا اللي شايلين البيت، المفروض تعزكم انتوا. محمد ابنه قاعد ليل ونهار على القهوة، ومراته نايمة طول النهار والليل، وولاده بايظين قاعدين يلعبوا في الشوارع. يعني المفروض تتباهى بيكم انتوا وتشيلكم فوق دماغها. انا مش عارفة الولية دي جايبة الحقد ده منين. ده اللي يخليني مستغربة يا أختي يا نوال، مش عارفة وخايفة أقول لأحمد زي ما قلت لك. لا لا لا، ما تقوليش لأحمد، بس عاوزاك يتخلى أحمد يفكر إنه يشوف له بيت، وتبعدوا عن الست دي، عشان الست دي شكلها مؤذية، يا تأذيكم في مرة وتبعدوا عنها وتشوفوا تعيشوا حياتكم بعيد عنها. ده يا أختي يا نوال إن شاء الله اللي فتح أحمد فيه لازم نغور من وش الولية دي يا تعمل فينا حاجة. إن شاء الله يا أختي، ربنا يكرمكم ويرزقكم ويبعدكم عن الست دي، وإن شاء الله إن شاء الله تغوروا من وشها الست الشرانية دي. أنا ما شفتش أمي كده بصراحة. إيه الولية دي؟ دي ولية غريبة، ده مش عارفة جايبة الحقد ده كله منين. ربنا يسترها علينا. يا أختي يا نوال، أنت عارفة اللي أنا جيت قلت لك عشان أنت اللي عزيزة عليا، وأنا بحب أتكلم معاكي عشان أنت أخت حبيبتي. محدش يعرف بالموضوع ده، وأنا مش هقول لأحمد عشان ما يشيلش من أمه. ماشي يا نوال، بعد إذنك ما تعرفيش حد ولا تقولي لحد. عيب عليك يا نورة اللي انت بتقوليه، انت عارفة اللي انت عزيزة عليا، وبعدين ده سر ما بيننا وبين بعض، عمر ما اقول لحد. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يغيركم من وش الولية دي. وخلي بالك، انت عارفة اللي انت ليكي معزة عندي وسرك كبير، وانا بحبك وبحب جوزك وعيالك، عشان انتوا غلبانين مالكوش في اي حاجة وحشة، عشان كده بحبك ومصاحباكي. عارفة يا أختي يا نوال، عشان كده باجي أحكي لك على كل حاجة. أنت صاحبتي الوحيدة وأختي وحبيبتي، وإن شاء الله ربنا يديهم المعروف أكتر وأكتر. أنا هستأذنك أنا عشان أروح أخد الفطار وأروح لأحمد والعيال في الشغيط عشان زمانهم يا عيني جاعوا، ده طالعين من الصبح على لحم بطنهم، وخلاص العصر قرب جدا. ماشي يا أختي يا نوال، هتحتاجي مني حاجة؟ لا يا اختي يا نورة،
خلي بالك من نفسك ومن عيالك. ماشي يا أختي، هسيبك أنا، وإن شاء الله نتقابل على آخر النهار. ان شاء الله يا اخت نوال، هعدي عليك عشان نقعد مع بعض. في انتظارك يا نورة. جبت الغدا ولا لسه؟ جبته يا احمد، انده يلا للاولاد عشان تلحقوا تتغدوا، تلاقيكوا على لحم بطنكم. الاكل ده جه في وقته فعلا، على لحم بطني من الصبح. يلا يا راجل، انده للعيال قبل ما الاكل يبرد عشان تلحقوا تاكلوا لقمه قبل ما الليل يليل عشان تكملوا شغل. خايف على جوزك وعلى شغله يا نورة. جرى يا راجل، يا مش هخاف عليك انت ولا على شغلك، اخاف على مين؟ أصيلة والله يا نورة. ماشي، ثانية هنده للأولاد. يا مصطفى يا علي يلا عشان نتغدى. حاضر يا ابوي جايين. حاضر يا ابوي. والله يا امي الاكل ده جه في وقته، انا هموت من الجوع من الصبح. معلش يا ولد يا مصطفى، كنت بعمل الاكل لعمك وولاد عمك. هي لسه برضه أمي فيها الخصلة دي، لسه مبهدلاك يا بنت الأصول في البيت، وبخليك انت تعمل لهم الأكل، ومراته متستت عليكي. عادي يا احمد، مفيش اي حاجه، اهم حاجه نبقى احنا مع بعض وكل حاجه تهون. هي ست كبيره برضو وانا بسمع كلامها، بس انا بستغرب لها في حاجات. بس عادي، كبر دماغك، يلا بينا عشان نلحق ناكل عشان الاكل ما يبردش. أصيلة وبنت أصول يا نورة، ربنا يخليكي ليا ويخلي لنا العيلين دول لغاية ما نلاقيهم حاجة حلوة إن شاء الله. يلا يا راجل، الاكل هيبرد. يلا يا ولاد. بقول لك يا ماي، أنا عاوز فلوس منك. انت على طول كده يا محمد عاوز فلوس؟ من عينيا الاتنين يا محمد، نفسي اغمض عين وافتح عين الاقيك انت اللي بتديني فلوس بدل ما انا اللي كل شويه اديك فلوس. انت رايح تقعد فين يا محمد ولا رايح فين؟ ما انت عارفة يا ماي اللي انا بروح اقعد مع اصحابي على القهوة وبعزمهم. عيب حتى هم اللي يعزموني. انت ناسي انا ابن مين؟ يعني لازم انا اللي اعزمهم واشربهم المشاريب على حسابي. مش هستنى لحد فيهم يدفع لي المشروب بتاعي. شاطر يا ابن الفرحه، بدل ما تيجي تقف في ارض ابوك وتشغل اخوك احمد وعياله تحتيك وتبقى انت كبيرهم ورئيسهم، تيجي تاخد الفلوس وتروح تقعد على القهوه وتخلي من الهب ودب يضحك عليك وتدفع له المشاريب. يا امي ما انا رئيسهم برضو، فبدفع لهم المشاريب، وفي اي وقت هتحتاجيني في الارض هتلاقيني على طول. وانت تفكر يعني اللي انا مش عارف كل حاجة في الارض وانا قاعد على القهوة؟ انا بتابع كل حاجة يا امي باللفلفون. اما انت تفكر ايه؟ خلي اللفلفون ده ينفعك في الاخر، اما احمد اخوك وعياله يستولوا في الارض وانت وعيالك ما تبقاش فاهمين اي حاجه في الارض بعد موتي. بعد الشر عليك يا امي، ربنا يخليكي لينا. انت كبرتنا برضو. وما تخافيش يا امي، انا بتابع كل حاجة اول باول. ما تقلقيش انت من اي حاجة. اديني يلا الفلوس عشان الحق العيال على القهوة مستنيني من الصبح. حاضر يا محمد، خش الاوضه بتاعتي يا محمد، هتلاقي تحت المخده هتلاقي 200 جنيه، خدهم وشوف انت رايح فين. لا يا امي، 200 جنيه مش هيعملوا حاجة النهاردة. انا عاوز 500 جنيه. واه 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 واه، 500 جنيه ازاي يعني؟ ايوه يا امي، انت مش لسه بايع الاسبوع اللي فات محصول؟ اديني 500 جنيه عشان اروح انا والعيال اصحابي النهارده مشوار مهم ومحتاج فيه فلوس. يا ولدي هتصرف 500 جنيه في يوم واحد؟ معلش يا امي، ما انا برضو مش همشي مع اصحابي وهم اللي يصرفوا عليا. لازم انا اللي اصرف عليهم، مش انا اكبرهم. انت ناسي انا ابن مين ولا ايه؟ خلاص يا ولدي، انت هترغي كتير، خش في الخزنة اللي في اوضتي، خد ال 500 جنيه ويلا ما تأخرش بالليل، ويا ريت تسمع كلامي وتعمل بيه. عاوزك تبقى انت كبير اخوك وكبير ولاده، بدل يا خوفي يجوا هما في يوم من الايام يشغلوك عندهم. مش هيحصل يا امي طول ما انت حسك في الدنيا ان شاء الله. طب روح يا محمد من وشي روح. يا ولدي، نفسي تفوق لنفسك وتعرف لازمة الكلام اللي انا بقوله لك ده. انا لوما اللي جوايا ده سر، انا كنت قلته لك من زمان وكنت وعيتك، بس خايفة اقول لك السر تطلع تروح تقوله، وساعتها السر اللي معايا من زمان يظهر. يا ولدي يا وتفوق لنفسك. تسلم ايدك والله يا نور على الاكل، الاكل زين 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 والله. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا ان شاء الله يا احمد. احمد انا كنت عاوز اسالك سؤال. اتفضل يا نورة، سؤال ايه؟ هي الولية امك دي معاملتها معاك كده من زمان من صغرك؟ معاملتها وحشه كده معاك؟ اصل انا مستغرباها في المعامله معاك غير المعامله اللي بتعاملها لاخوك محمد واولاده، يعني مستغرباها فعلا.
يعني هو الموضوع ده جديد عليكي؟ طب ما انت عارفة من ساعة ما اتجوزتك اللي هي بتعاملني كده. هي بتنشف عليا عشان عارفاني اللي انا قد المسؤولية، فبتخليني راجل ابقى شايل المسؤولية. غير اخويا محمد، انت عارفة ان اخويا محمد ده ما اتبهدلش خالص وهي ما بهدلتوش، فانا الوحيد اللي اتبهدلت. فهي بتبقى قاسية عليا عشان ابقى انا قد مسؤولية البيت. اما انت تفكري ايه يا نورة؟ ما هي معتمدة على مين دلوقتي في الغيط؟ معتمدة على مين في بيع المحصول؟ مش انا برضو؟ مش انا وعيالي؟ لا عادي، ما تاخدوش في بالك، هي كده معادي يعني من زمان، وهي بتعتمد عليا ونشفانة عليا في الطريقة عشان ابقى راجل قد المسؤولية. بس برضه يا احمد، المعامله ما تبقاش كده، حتى لو نشفان عليك انت في المسؤوليه. طب وانا ذنبي ايه؟ اهو ما اعمل كل حاجه لمرات اخوك وعياله، حتى الاكل. يعني ده حتى حرام. المفروض اللي انت اللي متجوزني فاخدمك انت وعيالك، ما اخدمش اخوك كمان وعياله. وهي يا على خدمتها، هي عادي، دي ست كبيره اخدمها بعناية. لكن انا ذنبي ايه اخدم البيت كله؟ ماليش ذنب. المفروض مرات اخوك تساعدني حتى، لكن هي ما مخليها ما بتعملش حاجة خالص. لغاية أنا بيني وبينك يا أحمد بدأت أتعب من الموضوع ده. وانت عشان خاطر جوزك تستحمل كل حاجة، المفروض يعني يا نورة. صح ولا انا غلطان؟ حاضر يا أحمد، عشان خاطرك أستحمل كل حاجة. أعتبر إن أنا ما جبتلكش سيرة في الموضوع ده خالص. جدع يا نورة. قومي يلا، هاتلنا الشاي وكبر دماغك، وان شاء الله بكرة تروق وتحلى. السلام عليكم يا ابو تامر. عليكم السلام يا محمد. عامل ايه يا محمد؟ كيفك وكيف احوالك؟ الحمد لله يا ابو تامر، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. لسه مقابل اخوك احمد الصبح هو وعياله كانوا رايحين الغيط عندكم. ايوه، ما هم بيلموا المحصول اليومين دول. وانت يا راجل مش ناوي تروح معاهم في مرة تشوف ارضك بتتكلم في ايه المحصول بتاعها وبتكسب كام وبتخسر كام؟ ولا انت هتفضل كده زي خربتها في البيت، تصحى من النوم تاخد فلوس وتيجي تقعد على القهوة؟ مش تروح تشوف مالك برضه ولا ايه؟ ولا انت واثق في اخوك احمد ده قوي كده؟ يا جدع عيب اللي انت بتقوله ده. اخويا احمد احنا عارفينه، واحمد ما بيخبيش حاجة وامين. ده انت اللي امين يا اخويا. انت عاوز تفهمني اللي اخوك احمد ده هو وتعبه هو وعياله ما بيقدروش تعبهم من وراكم؟ ده انت نايم في العسل. واه 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 واه، يعني انت قصدك ايه؟ قصدي اللي مفيش حد برضه الشيطان ما بيلعبش في دماغه، وانت لازم برضه تركز له، ما تسيبش السايب في السايب كده يعني. طب رسيني يا ابو تامر، فهمني. انت عارف ان انا غلبان وعنياتي وماليش في الشغل اللف والدورة انا والشغل ده. قول لي اعمل ايه؟ تقف له على الواحده تشوفه ايه دنيته. حتى هي مش هتروح الغيط تسأل الناس من وراه التجار، اكيد بيلعب بديله. اما هو هيبقى صبران ليه هو وعياله ويروحوا الغيط ويشتغلوا في الارض، وانت تاخد على الجاهز انت وعيالك؟ اكيد فيها إنه. يعني انت رأيك كده يا ابو تامر؟ اكيد بيعمل مصلحة من ورانا. اما ليه يا اخويا؟ وهيجي في يوم من الايام يشتري الارض اللي حواليكوا كلها ويديكوا ارضكم ويقول لكم مش عاوز منكم حاجه، عشان هو هيبقى تلعب المكسب من زمان يا حبيبي. اما انت تفكر ايه يا حبيبي؟ اخوك احمد ده شكله خبيث وانا ما بستريحلوش. يعني انت من رأيك اللي انا اشوفه برضه واشوف الحكايات دي؟ اما ليه يا جدع؟ اما تسيب حقك كده وحق ابوك؟ لازم تشوف حقك فين. يا تبص تلاقي اخوك احمد ده بقى اغنى منك، وانت يا عيني ما تعرفش تدير الارض بعد كده ويديها لك ويقول لك غور بيها، وتبقى ارضك صغيره بالنسبه للارض اللي هيشتريها. ده انا سامع حتى اليمين دول هيشتري فردانين ارض في السر من غير ما يقول لحد. بجد والله يا ابو تامر؟ وعرفت منين؟ سمعت تراتيش كلام كده واحنا قاعدين امبارح هنا برضه على القهوه. اللي بيشتري فدانين ارض مش عاوز يقول لحد، وهيديهم لحد يزرعهم يديرهم، وهيفضل في ارضكم عشان انتوا ما تعرفوش اللي فيها. واسمها برضه ارضه شغاله وشغال في ارضكم، وبياخد نسبه من هنا وبياخد مكسب من ارضه. وانت يا عيني يا محمد تفضل زي ما انت، ايد ورا وايد قدام، مستني المعونه منه اللي بيديها لكم انت وامك. يا محمد كذا مره قلت لك مش هتستفادوا بالارض انتوا، اجروها واستفادوا باجارها، تبقى عارفين اللي كل سنه بتطلع لكم ايجار كذا، معروفه يعني، بدل ما محسود كسب ومحسود خسر. انت شسور نفسك وشيل امك وفهم امك برضه. كويس يا ابو تامر اللي انت وعدتني اخوي احمد يطلع منه ده كله، وانا اقول برضه مستحمل الذل والمهانة اللي امي بتعامل مراته فيها وبتعامله فيها. على ايه؟ ده واحد غيره كان ساب البيت وطفش من زمان. وهيدفع عبيد وهو لسه ما عملش حاجه؟ لازم لما يعمل حاجه يقف على ارض صلبه، يبقى معاه حتتين ارض وعنده بيت على الاقل، وبعد كده يقول لكم ادي ارضكم ازرعوها زي ما انتوا تزرعوها، وساعتها يبقى هو خد خيرها. وانت يا محمد ما تزعلش مني، ما حطيتش ايدك في الزراعه، يعني مش هتفهم حاجه في الزراعه،
وفكرت تأجرها، ساعتها أخوك أحمد ممكن يرازي اللي يأجرها، ما هو أكتر واحد حافظ الأرض. يعني المفروض نعمل إيه دلوقتي يا أبو تامر؟ المفروض تلحقوا قبل ما القرشين يكتروا مع أخوكم أحمد ويشتري الأرض اللي حواليكم كلها، وساعتها ما تبقاش فيها إلا أرضكم في النص، ويخلي اللي أي حد يجي يأجرها يترازى. فتلحقوا تأجروها دلوقتي لحد غريب، عشان الغريب يلحق يستفاد بيها، وساعتها أخوكم أحمد ما يعرفش يأجر الأرض اللي حواليها، وساعتها مش هعرف يرازيكم. حاضر يا أبو تامر، أنا النهاردة هفتح أمي في الموضوع ده وأقول لها على اللي أنت قلتهولي، وإن شاء الله إن شاء الله هي توافق ونشوف لنا حد يأجرها. هيبقى قدامك حد يا أبو تامر يأجرها؟ انتوني والنية خير، وأنا أجيب لكم اللي أأجرها في وقتها. يا عم إن شاء الله أنا اللي أأجرها. يا ريت يا أبو تامر، على الأقل أنت مننا. بس على شرط يا محمد، عشان أمك لو عرفت إن أنا اللي أأجرها مش هترضى. فأنت قول لها إن أنت المواضيع دي سمعتها وأنت قاعد على القهوة، تراتيش كلام يعني من الناس، ما تقولهاش إلا أبو تامر هو اللي قال لي. وما قالهاش ليه يعني؟ ده أنت حد كويس، وكمان بتنصحنا في الصح، وأنت بتنصحنا في الغلط. ما أنت بتفهمنا قصة أخوي أحمد. أحمد أخويا ده طلع مش سهل خالص، وأنا اللي كنت أفكره غلبان، ومراته طلعت خبيثة. البت تسمع كلام أمي، وأمي بتذل فيها وبتخليها تعمل طلبات البيت، ومستتة مرات عليها، والبت مستحملة برضه وساكتة. ياه، قد إيه في خبث للناس دي كده. ما أنت عشان غلبان بس يا محمد، وعنياتك طبعا مستحملة لغاية ما الدنيا تحلو معاهم يا حبيبي، وساعتها بدل ما هي اللي بتتذل مراتك اللي تتذل يا جميل. لا يا ابو تامر، وانا مش هوصل مراتي توصل للموضوع ده. قول لي، خطط لي كده يا ابو تامر، انت اخويا الكبير، قول لي انا اعمل ايه وانا معاك من ايدك دي لايدك دي. بص يا محمد، انت هتخش على امك النهارده تقول لها وانا قاعد في القهوه مع اصحابي سمعت تراتيش كلام كده اللي اخويا احمد بيعمل مصلحه في فلوس المحصول، وبيشتري ارض في الدنين ارض حوالينا، وشويه شويه يشتري الاراضي اللي حوالينا كلها عشان يموت لنا الارض بتاعتنا ويموت لنا السعر بتاعها، وساعتها احنا مش هنعرف نأجرها ولا نعرف نستفاد بيها. زين كلامك يا ابو تامر، هو ده الكلام المظبوط فعلا. انا النهارده هروح اقول لها كل كلمه زي انت قلتها لي، وان شاء الله هتوافق. ما بترفضليش طلب خالص نهائي، وان شاء الله يا ابو تامر نبقى عند حسن النيه، ونكون فاهمين نية اخويا احمد ده، وإن شاء الله الأرض تتأجر، وكل سنة ناخد أجارها، وكده يبقى أحسن، ونريح دماغنا، منوجعش دماغنا ولا محصول كسب ولا محصول خسر. هو ده زين العالي يا محمد. هتشرب ايه عشان اطلب لك حاجة معايا؟ هاتلي قهوة تظبط دماغي بعد اللي انت قلتهولي ده. العواف يا حاجة، عاملة ايه دلوقتي يا حاجة؟ جرايه يا بت، وانت شايفانا عيانة ولا ايه؟ انت ايه مالك؟ عاوزة تعيني ولا ايه؟ ايه حكايتك بالظبط؟ جرايه يا حاجة، اعيكي ايه؟ انا بطمن عليكي عشان كنت حاسة ان انت تعبانة الصبح. لا يا اختي مش تعبانة، ده انت اللي تعبانة. انا صحتي زي الحديد، انت عاوزة تموتيني بدري بدري ولا ايه؟ يا حاجة عيب اللي انت بتقوليه ده انا مرات ابنك حتى. هو انت اللي هتفهميني العيب ولا ايه؟ هي حكايتك بالظبط؟ ولا حكاية ولا اي رواية يا حاجة، حقك عليا. وديت الاكل لجوزك وعيالك؟ اه وديت لهم الاكل وكلوا الحمد لله وشبعوا كمان، وزمانهم جايين ورايا. عملوا ايه في المحصول؟ ما تعرفوش لموا بقية المحصول الباقي ولا لسه؟ لا لموه وخلصوا ان شاء الله النهارده بقية المحصول كله. ايوه ولادك طالعين ذكاي وطالعين واعيين، مش زي ولاد محمد الغلبانين يا عيني. ولادك انت بسم الله ما شاء الله، اللهم حسد، ياكلوا الارض اكل. ستهم برضو هيطلعوا لمين يعني؟ لا يا اختي مش طالعيني، ولاد ابن محمد بس اللي طالعيني. ولادك انت طالعينلك انت وجوزك، مش عارف جايبين الذكاء ده منين. فعلا اذكياء، ودي حاجة المفروض تفرحك يا حاجة، اللي ولاد ابنك طالعين اذكياء، وهم اللي واقفين لك في الارض وشايلينها، هم ابنك احمد اللي هو زي محمد برضو، اللي المفروض ما تفصليش ده عن ده، والمفروض تعدلي بين كل واحد فيهم. ليه يا اختي؟ شفتيني ظالمة حد فيهم ولا ايه؟ الاتنين انا بعدل ما بينهم كويس، وانت اللي هتعلميني اعدل بين ولادي ازاي؟ لا يا حاجة العفو، انا بفهمك بس اللي انت المفروض تعدلي بين محمد واحمد، عشان الاتنين ما يبقاش فيهم واحد مظلوم، المفروض الاتنين زي بعض. صح ولا لا يا حاجة؟ اسكتي وتنيلي، انت اللي هتفهميني اعدل بين ولادي ازاي. لا يا ماما، انت تفهمي مقامك بقى صح ينزلك.
انت لازم تفهم حاجة صح كويس، اللي انت هنا في البيت عشان تكنسي وتخدمي وتخلي بالك من طلبات البيت وطلبات محمد وابني ومراته وعياله. فاهمة ولا مش فاهمة؟ انا لو هستحمل اللي انت بتقوليه ده وهعمله، هعمله عشان بعز جوز احمد وعشانه خاطره، عشان ما ازعلوش. لو ما عشان حد تاني مش هعمله خالص. يلا فزي غوري من قدامي، مش عاوزه اشوف وشك دلوقتي. انت بنت فعلا لسانك طويل. شكرا يا حاجه، انا ماشيه من قدامي خالص. ايه البت دي؟ يا انا هي في البيت، البت دي هتبوظ ترتيبي كله.